السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون اموركم طيبه. الشهيوه ديال اليوم هي الكرعين اولا الهرقمه. طيبتها غير في الكوكوت اللي ضيق الوقت وعلى البوطه وجات كتحمق تسطاو عليها ضيافي. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبار. درت معها الزبيب وكذلك القمح اولا ابلي. فباش ما نطولوش غادي نخليكم تشاهدوا الطريقه ديال التحضير وفرجه ممتعه. هنا درت عماره ديال الكرعين ديال البقري اللي غسلتهم مزيان بالماء والملح والخل وشللتهم وخليتهم حتى يستقطروا مزيان. عاد نصبتهم، ممكن انكم تنصبوا في طنجره كبيره ويكونوا متسعين، وإلا عندكم الوقت طيبوهم حتى على الفاخر. انا صراحه ما كانش عندي الوقت فدرت كلشي في الكوكوت. درت بصله محكوكه، درت 2 فصوص ديال الثوم محكوكين، كاس ديال زيت الزيتون، ممكن ديروا زيت نباتيه وزيت الزيتون، معلقه كبيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، درت معلقه كبيره ديال التحميره ومعلقه صغيره ديال الكمون، نص معلقه صغيره ديال الابزار تكون مملوءه، ومعلقه صغيره ديال القزبور اليابس. انا ما كنديرش طري، كندير القزبور اليابس. هنايا نص معلقه صغيره ديال القرفه والقليل من الزعفران الحر. غادي نديرو غير هكا بين يديا لان عندي زعفران زوين ديال تاليوين. شوفوا كيفاش كيطلق، ممكن انكم ديروه في الماء، كيبقى اختيار ديالكم. هنايا درت الملح الكافي، ديك الساعه كتزيدوا عينكم ميزانكم. واحد نص معلقه ديال السمن. كنخلط هادشي مزيان. اللون كتحكموا فيه نتوما، شوفوا اللون اللي بغيتو، ممكن تزيدوا التحميره مع الطياب، تزيدوا اي حاجه نتوما بغيتو. هنايا كنحط دوك الطريفات ديالي ديال الكرعين بحال هكا، كنحاول كلهم يتشربوا لي ديك الشرموله، وكنديرهم على النار مع نصف كاس ديال الماء، وكنخليهم تما كيبقاو بحال كيتقلاو اون ميم طون. كتدخل فيهم داك الشرموله مزيان مزيان. راه كيجيو معلكين، كيجيو كيحمقوا البنات. هنايا كندير الماء الكافي باش يطيبوا لي هاد الكرعين. الماء سخون من الغلاي. الكرعين هادو عندي بلديين وعندي صغار، ماشي دوك الكبارين الشارفين. صافي درت الماء غير القياس باش يطيبوا. الحمص عندي طياب دغيا دغيا كيطيب، فغادي نديرو حتى نحل عليهم ونلقاهم انهم طابوا نص طياب. عاد غادي ندير الحمص. الا ما درتوش القمح ولا شي حاجه ما ديروش المرق بحالي، ديروا غير نص باش كتجي هي هذيك. هنايا حيت المرقه باش يطيب فيها ديك ابلي. الا درتو القمح خاصكم تبيتوه ليله كامله بحال الحمص، عاد داك الساعه طيبوه. صافي هنايا خديت شويه كيف ما قلت لكم ديال المرق باش نطيب فيه الزبيب زائد القمح اولا ابلي. اللي كيبغي الطيبه ديال الملح والحلو يعني في الاكل ديالو ممكن انه يدير هنا السكر او العسل. انا فضلت نخلي غير الحلاوه ديال الزبيب. درت شويه ديال القرفه، كتشوفوا العطريه الا بغيتو تزيدوا. انا كانت هي هذيك كانت رائعه. صافي سديت عليها، درت لها الغطايه. هنا درت الحمص ديالي، غادي نحرك بحال هكا وغادي نسد عليه. اللي شك ان الكرعين ديالو ما طيابش يدير واحد 2 عظيمات ديال التمر. انا صراحه بلديين والناس اللي كناخذ من عندهم دائما ما كيحشمونيش. هنايا كيف ما كتشوفوا طاب لي القمح ديالي اولا ابلي مع داك الزبيب، فصراحه بقى له غير واحد شويه ويكون واجد. هنايا كيف ما كتشوفوا الكرعين ديالي طاب وتبارك الله العظم، كيتفصل على الحيمه. الحمص ديالي طاب، بقى هو هذاك، جاو كيحمقوا معلكين وكيذوبوا في الفم. نصيحتي للمبتدئات ما تكثروش الماء بزاف في الطياب، لانه هو اللي كيبسل. مادام كتكثروا الماء مادام كيجي داكشي باسل. وفي حاله ما لا شي وحده غلطات، كلنا كنغلطوا، فكتحيدوا ديك المريقه من الكوكوت وكديروها في واحد الكاسخول وكتخليوها كتغلي باش بلا ما كتهريو ديك الحمص اللي عندكم وديك الهرقمه الا كانت طابت. وداك الساعه كتكبوها على الكوكوت ديالكم. انا كيف ما كتشوفوا المريقه ديالي معلكه جات كتحمق. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه وتردوا عليا. انا ماما مسكينه باقا كطيب الان الهرقمه بالليل وكتردها على يعني على الطنجره وكتخليها على الفخر وكتصبح طايبه، كتصبح زبده. صافي هادشي اللي كاين. انا هنا بما انني عندي يعني طبق ديال التقديم نحاسي، فدرت هذاك لو بول نحاسي في الوسط وعمرته بالقمح يعني بالزبيب باش داك القمح والزبيب ما كيتخلطوليش في المرقه. كيولي بنادم باغي ياكل مريقه هكا صافيه كيولي كياكل في يعني في القمح وياكل في الزبيب، فما كيجيش داكشي هكا زوين في الاكل. من الافضل هكا يتحط بوحدو والله يتحط في زليفات ابار في الجنب، وكل واحد كيهز داكشي اللي بغى.
كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ولا بغيتوا وصفات اخرى قولوها لي. الى اللقاء.